عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني. النهارده بقى روتين سريع. عملت النهارده سلطه المكرونه وعملت صلصه على البوتاجاز، وكانوا العيله عايزين مايونيز فسالت على البطرمان. بصراحه ما مش عايزه اقول لكم على الثمن عشان ما تصدموش زيي، بما ان هو كده كده في المقاطعه فانا قلت لهم مقاطعه بمقاطعه ما نعملوه في البيت. فتيجي بقى نجرب ايه مع بعضينا واحنا في البيت كده. اي حد عارف حاجه ممكن يعملها في البيت يبعت لي الطريقه ونجربها مع بعضينا. انا عامه هعمل النهارده المايونيز هيبقى سريع مع بعضنا. هنعمله بحاجات سهله قوي. هنعمله ببيضتين وحبه سكر وحبه ملح وحبه خل وعصره ليمونه. الليمونه ده الليمون مكان الخردل. اللي عنده خردل خلاص تمام ماشي يحطها عشان خاطر بس ما يديله لون بس كده. هنبدا بينا، يلا تعالوا نشوف هنعمل ايه. اهم حاجه عندنا يكون الخلاط بتاعنا ناشف، عشان لو الخلاط ما كانش ناشف هيخلي البيض يفصل معاه. فالبيض بتاعنا اهوت هحط بيضتين. في ناس بتعمله بيضه كامله وفي ناس بتحطه بصفار البيضه، بس انا هعمله بالبيضه كامله عشان بصراحه ربنا انا مش يعني ما بعرفش اشيل الصفار من البياض، ف بحس ان هو ملوش لازمه. وهحط معايا هحط الخل بالليمونه، واحط معاهم الملح بالسكر، حبه سكر صغيرين مش السكر اللي بالكم فيه يعني. وبعد كده هنضربهم مع بعض، بس انا ايه هفصل في الضرب عشان خاطر الصوت، بس هضرب وهرجع اوريكم انا وصلت لحد فين. وكده بصوا احنا ضربناهم شويه وده شكلهم كده. هنزل بقى هغطي الغطا بتاع الخلاط وهنزل بسرسوب الزيت، سرسوب صغير والخلاط شغال. بصوا اللهم بارك، بصوا شكله عامل ازاي، كريمه بجد، ده كريمه. ادينا عملناه حاجه في البيت وبسيطه. بصوا الجمال، والله العظيم طعمه احسن من اللي بره كمان. هو خد معايا ازازه الزيت، يعني الزيت دوت على حسب المقادير معاكي بقى انت، على حسب التقل بتاعه، على حسب ما انت عايزه كمان. بصوا التقل بتاعه كده، انا التقل بالنسبه لي كده حلو قوي. ادي كده عملنا المايونيز في البيت ووفرناه وبيضتين، ووفرنا حق المايونيز اللي بره. كده هنحطه بقى ببطرمان ونشوف هيطلع معايا كميه قد ايه. احنا عملنا مع بعضنا المايونيز طلع معايا حوالي نص البطرمان ده، وطبق ده، البوله دي مليانه كويس ما شاء الله. كل الموضوع كلفك ايه؟ كلفك بيضتين وحبه سكر وحبه ملح ونص ليمونه وحبه خل، والزيت دوت على حسب ما بياخد معاكي في الخلاط. وعملنا مع بعضنا البانيه. يا ريت وانت بتعملي البانيه في التتبيله بتاعته خدي معلقه مايونيز وحطيه مع البانيه، بيديله طراوه كده بيبقى طعمه حلو قوي. وعملنا البطاطس المحمره وعملنا المكرونه. وكده خلصنا النهارده. ولو انت اول مره تشوفيني بقى ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله.